كده الحمد لله أخذنا فكرة عامة عن الرياضة اللي احنا بنمارسها واللي احنا بنجربها. أخذنا عرفنا ايه هي الرياضة. بالنسبة للتاريخ طبعا المذكرة موجودة إن شاء الله هتستخدموها، فيها التاريخ كله، سنة كام بدأت وفي عصر وصل ايه، حصل ايه واخره. وبالنسبة للعصر الحديث بعد نظام التسليم الجديدة سنة 49 كان وايه الحاجات اللي اتعملت وايه المنظمات اللي اتعملت وايه الجمعيات اللي اتعملت وكل حاجة. إلى أن قيمت طبعا زي ما انتم عارفين أول دخول عالم سنة 91 في بكين. الحمد لله أنا كنت في الفترة دي كنت موجود في الصين. بعد كده يا جماعه عرفنا ايه هي اللعبه اللي احنا بنلعبها، تقسيماتها ايه، وده مهم جدا جدا بالنسبه لنا ان احنا نعرف اللعبه بتاعتنا منقسمه لايه. وبالتالي عرفنا الموضوع كبير جدا زي ما احنا متخيلين. احنا بقى نخلص حياتنا الفتره القادمه ان شاء الله ان احنا لازم كل يوم نتعلم حاجه جديده، كل يوم نتعلم معلومة جديدة، كل يوم نقرأ. اليوم اللي يعدي عليك ما تقراش فيه حاجة لازم تزعل من نفسك. ما عرفتش فيه معلومة جديدة ازعل من نفسك. ما اتمرنتش فيه وما عملتش مجهود في التمرين كويس وما اديتش حركات بشكل افضل، اوعى تفتكر انت كمدرب تقعد لي وتبقى بكرش وتبقى مش عارف ايه وما تلعبش. الكلام ده غلط. ده هيبقى اسلوب في حياتك خطر جدا. دايما تعتبر نفسك لاعب لحد اخر يوم في عمرك. تفضل لاعب، تفضل قدوه لعيبتك، تقوم وتشرح الحركه وتأدي الحركه عشان تبقى انت النموذج اللي بيتفرج عليك، اللي نفسه يتعلم ونفسه يأدي الحركه زيك. انما تقعد على كرسي هو مش عارف ايه واعمل يا فلان واعمل يا علان واعمل كذا وأدو وانا اقعد اكل واحش واعمل مش عارف ايه، او مدرب يشرب سجاير، دي حاجه يعني نموذج سيء. المدرب انت بيبقى بالنسبه له ممكن تكون قدوه ليه عن والده حتى، يعني يتخذك انت قدوه عن والده. وانت بالنسبه له تمثل ايه؟ انت بالنسبه له حاجه كبيره. أرجو اوعى تهمل التدريب واوعى تهمل العلم والقرايه. اقرا دايما واقرا في كل حاجه، والحاجه اللي تتسال فيها ما تعرفش تقول ما اعرفش، عشان اوعى تضلل حد او اوعى تدي لحد معلومه غلط. حتى الان انا بالظبط كتبت اسم انك انت من قال لا اعلم فقد افتى. ده افتى بجد، يعني رغم ان هو ما قالش حاجه بس افتى انه هو ما ادكش معلومه غلط. تركك انك اسالوا اهل الذكر ان كنتم ما تعلمون، اسال ناس ثانيه وناس ثانيه حتى ما تعرف معلومه. انت مش عارف معلومه ما تقولش، وده مش عيب وده مش هيقلل منك. لو اي حد سالك سؤال في اي اسلوب في اي كذا انت مش عارف ولا مش عارف، ايه مشكله؟ احنا نعرف كل حاجه، احنا مش عارفين كل حاجه ولسه بنتعلم، لسه يعني بنخطو وبنحكو وبنقرا وحاجات كتير لسه ما نعرفهاش. انما اللي بعرفه هنا بقى كمان تسال بقى اللي انت عارفه تعلمه، ما تخليش برضه معلومه عن حد. يبقى انت عندك الحاجتين دول، خيركم من تعلم العلم وعلمه، او خيركم من تعلم القران وعلمه. دي حاجه مهمه. في نفس الوقت اللي انا مش عارفه ما اقولهوش، اي معلومه غلط ما اقولهاش. واتمرن باستمرار، لازم انت تتمرن واعمل برنامج لنفسك. هل ممكن تعمله قبل تدريب الفريق او بعد تدريب الفريق او اثناء تدريب الفريق زي ما تشوف. المهم انك تفضل تتمرن. حط ده برنامج في حياتك طول عمرك، حتى اخر يوم في عمرك كده لازم تتمرن. الحاجة الثانية اللي احنا بنقول عليها ان يا جماعة المصطلحات في منتهى الأهمية. والخطأ اللي حصل لينا انتوا ما لكمش الذنب فيه، هو ذنب من أول
اول ناس جم الصينيين بالذات لما جم يعلموا اللعبه في مصر ما اهتموش بموضوع المصطلحات. احنا عارفين مستر هيديكي اوكاموتو ده كان اول راجل ياباني، اول واحد علم الكاراتيه في مصر. ده جه سنه 73. اول ما بدا يعلم الكاراتيه كان جه طبعا تبع الاتحاد المصري، بدا يعلم مصطلحات اللعب. فبدا يقول ماي جيري، الناس اللي بتلعب يعني واحد وبيعمل معاهم وبيتمرن معاهم ماي جيري ماي جيري يوكو جيري ماشي جيري مش عارف ايه تيجي ساكت اهو. فبدات الناس واحده واحده تعرف المصطلحات، وهو بيأدي الحركه بيقول اسم الحركه وهكذا. فبدات العمليه بقت في الاول صعبه بقت سهله بعد كده. اي واحد دلوقتي في تدريب كاراتيه تلاقي المدرب واقف يقول اسم المصطلح الياباني وكل الناس بتأديه. ولما جه واحد بالنسبه لكوريا او للتايكوندو كان جه واحد اسمه عبد القوي، هو كان اسمه كيم عبد القوي، هو كان مسلم وكان بدا اول ما بدا في الجامعه الامريكيه وبعد كده بدا في الاتحاد. فاول ما بدا يعلم قال مسميات اللعبه نار شادي ارض شادي وهكذا، وبدا الناس كلها تتعلم مصطلحات التايكوندو من خلاله. لما اول سنين جم سنه 91 تقريبا او 90 كان مستر هوشان في الصندة وبعد كده مستر يانج في الايه؟ في الاساليب. للاسف الاتحاد دخلهم في ايه؟ يلا عندنا بطولات يلا عندنا كذا، فما اداش وقت كويس لتعليم الاساسيات ولا تعليم مصطلحات اللعبه. وهم يسالوا عن هذا الموضوع، يعني ده تقصير من ناحيتهم. وبالتالي كانوا يهمهم قوي ان هم الناس تتعلم، والجيل الاولاني ما اعرفش اذا كان حد موجود الجماعه بتوع الصندة والاساليب اتعلموا تحت ايديهم، ما كانش حد قدر يفهمهم القصه دي. يعني يقول له اضرب لكمه، ما فهموش يعني ايه لكمه، اسم اللكمه ايه بالصين وهكذا. فاحنا بنحاول بقى دلوقتي ان شاء الله من خلال هذه المحاضره ان احنا نحط اساسيات للمصطلحات على اساس ان ده دوركم في المستقبل وانتم مسؤولين عنه. ما تتعلمش اي لعيب الا لما تقول المصطلح، وفي الاول هيبقى صعب عليك وعلى اللعيب، انما بعد كده هيبقى سهل جدا. دليل على كده يا جماعه لو قلنا معبود، كم واحد يعرف كلمه معبود؟ ليه؟ عشان انت رديت كتير. اذا المساله سهله. طالما رديت كلمه معبود كذا مره خلاص عرفت الناس ده وضع الحصان، وضع ركوب الحصان. كلمه ما يعني حصان، ركوب يعني واقفه او وضع. طب جنبو عشان في ناس بتنطقها غلط بتقول كونج بالكاف بالكي، هي مش بالكي هي بالجي. كونج والجي الاخيره ما تتكتبش، ما ينفعش اقول جونج. وعارفين جونج يعني ايه يا جماعه؟ عارفين القوس ده؟ القوس اللي هو بتاع السهم ده هو ده اسمه جونج. ده اسمه ايه؟ جونج. يعني اسمه وضع الايه؟ وضع القوس. خلاص؟ وضع الشيبو يعني الوقفه الوهميه، الوقفه على ايه؟ على القدم الخلفيه والقدم الاماميه كانها مش موجوده، اسمها الوقفه الوهميه. انا بوهم اللي قدامي بحركه اسمها شيبو. شيبو شيبو اللي هي الوقفه اللي هي ايه؟ الوقفه اللي هي ايه؟ المقص، وقفه المقص اللي هي رجل كده ايه؟ اسمها شيبو. مثلا لرفع الركبه لفوق ليها مسميين، اسمها تيشي او دو لي بو. طب كلمه تيشي يعني وقوف على قدم واحده. سوري، تيشي يعني رفع الركبه. كلمه تي يعني بيرفع، يرفع، اللي هي رايز يعني كلمه يرفع. وكلمه شي معناها ركبه اللغه الصينيه، فتيشي يعني رفع الركبه. وكلمه دو لي بو يعني الوقوف على قدم واحده. هي يبقى كلمه دو لي بو طبعا الكلام ده كله هتاخدوه مذكره، بس احنا ايه؟
بنتناقش عشان انا هفتح لكم المناقشه تسال في اي حركه، اي حركه انت عايز تسال فيها اقول لك انا اسمها ايه. تمام؟ قبل بقى كل ده لازم اعرف ازاي احيي في البدايه وازاي احيي في النهايه. عشان برضه اقول لكم الفرق بين كلمه، في ناس بتقول سي فود مش كده؟ سي فود دي بتستخدم في هونج كونج بس، ما بتستخدمش في الصين. عارفين في الصين الكلمه دي معناها ايه؟ بتتقال شيفو. بتتقال ايه؟ بدل سي فود بتتقال ايه؟ شيفو. وشيفو معناها اسطى. معناها ايه؟ اسطى الصنايعي يعني. شوف الفرق؟ يبقى داخل الصين كلها ما بيقولوش كلمه شيفو او شيفو، لان شيفو دي تقولها للميكانيكي، تقولها مثلا كذا، تقولها للعامل، تقولها للده، دي كلمه شيفو. انما في الصين تقول لاو شي. تقول ايه؟ لاو شي. لاو شي يعني معلم او استاذ. بس كمان مش معلم فقط للمهارات القتاليه، اي استاذ او اي معلم. يعني الاستاذ في الجامعه بيقولوا لاو شي، واللي بيدرس اي ماده برضه علميه بيقولوا لاو شي. تمام؟ انما احنا طبعا خلاص نقول ووشو لاو شي، يبقى ايه؟ استاذ الايه؟ الووشو او معلم الووشو. دي اول حاجه. لما بتيجي تحيي بتقفل القبضه اليمين، ايدك الشمال بقى اما تسيبها مفتوحه او بتقفلها. الاثنين صح. خلاص؟ الاثنين صح، اما مفتوحه من الشمال او مقفول عليها. والمعنى كبير ان انا حكايه القفل بالذات، ان القوه ديت اللي موجوده في ايدي اليمنى انا بحميها وبغلق عليها ولا استخدمها الا في الخير. ده المعنى. لذلك انا بغلق على هذه القبضه وما استخدمهاش وما اتباهاش بقوتي ولا بالمهارات اللي انا اعرفها الا في الدفاع عن نفسي فقط. فالمدرب بيقول للعيبه بتاعته كونجمان، بيقول عليهم ايه؟ كونجمان. كونجمان يعني لعيبه او تلامذه او زملاء. فبيقول لهم خاو. كلمه خاو يعني مرحبا. مرحبا. يبقى المدرب يقول ايه؟ اول حاجه كونجمان خاو. كونجمان خاو. عاده في الترتيب يا جماعه يبقى اقدم لعيب يبقى على شمال المدرب. انت لما تقعد اللعيب القديم قوي اقدم لعيب عندك او المساعد بتاعك يبقى واقف في الشمال، وبعدين اللي ايه الاحدث يبقى احدث واحد يبقى على اليمين. خلاص؟ واللي هنا هو اللي بيقول لهم استعدوا، يقول يوبي. هو اللي بيقول لهم ايه؟ يوبي. يبصوا له بيقول لهم يوبي. فكلهم يروحوا حاطين ايه؟ ايديهم قبل المدرب. يعني لازم اللعيبه تحط ايديها الاول قبل المدرب في الاحتراف. بعد كده المدرب يحط ايده ويقول كونجمان خاو. مرحبا يا طلاب، مرحبا يا تلاميذ. هما يقولوا لاو شي خاو. يقولوا ايه؟ لاو شي خاو. مرحبا يا معلم، مرحبا يا استاذ. نعم. لو مش موجوده هنكتبها. خلاص؟ يبقى بنقول ايه الاول؟ لازم بنقول لهم كونجمان خاو، هم يقولوا ايه؟ لاو شي خاو. تمام؟ وبعدين هم يحيوا الاول ويروحوا عينيهم ايه؟ ببصه كده. يعني مش وشهم في الارض، انما وشهم ايه كده بالراحه. بس برضه مش بعمليه يعني، ده استاذ. احترام المعلم ده حاجه كبيره جدا جدا. ولازم تتعود عليها ان لازم تبقى فيه مسافه في الاحترام ما بينك وبين اللعيب بتاعك. اوعى تهزر مع اللعيب، واوعى تروح تقعدوا على قهوه مع لعيب، واوعى مش عارف تقعد مش عارف مين. اوعى. لازم يبقى فيه مسافه ما بينك وبينه، ولازم يبقى فيه احترام كبير. يعني مثلا اللعيب انت بتشرح له حركه بالسيف كويس، فهو اللعيب بيضرب بالسيف تقول له لا الحركه مش كده. لما يجي تاخد منه السيف عشان تشرح الحركه لازم يقدم لك السيف كده. مفيش لعيب يقدم للمدرب السيف كده يقول له خد كده، ده ما ينفعش. عمر السيف كلها لازم يمسك السيف يسيب المعلم كده.
المعلم ياخد السيف ويبتدي يشرح الحركه، لا نعملها كذا نعملها كذا، المعلم يديله السيف كده بايد واحده وهو يجي يستلمه ويستلمه برضه بنفس السيف. مفيش حاجه اسمها تمشي قدام المعلم بتاعك، بس تمشي وراه او جنبه بحاجه بسيطه. تشوفه من بعيد لازم تقدم تحيه. ده لازم. انا لحد دلوقتي اشوف الكابتن ابراهيم التوني لازم اديله التحيه. ده استاذي هو اللي علمني. في اي وقت. لان لو انت ما احترمتش معلمك ما حدش هيحترمك. لازم يبقى في مسافه بينك وبين اللعيب بتاعك. تيجي بعد كده، ما انا عشان كده ما بقولش بص في الارض، سيب وبص في الارض. فانا ظبطتها قلت لا. انا قلت عينيا اهو باصص كده. تمام؟ يعني احنا ناخدها من ناحيه حتى الاسلاميه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال قم للمعلم وفيه تبجيله كاد المعلم ان يكون الرسول. احنا عايزين نطبق الحديث ده. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام حديث قول. لا هو احنا حدثنا حاجه يا دكتور. الحديث عندنا بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ليس منا من لم يوقف ولا يرحم صغيره. احنا ناخدها من التوقير. نعتمد. الحاجه الثانيه انا لاحظت حاجه كده. احنا النقاش مفتوح يا جماعه. اي حد عنده حاجه واي حد عايز يصلح لي حاجه انا صادر واحد جدا يعني. اذكر مره خلونا يا جماعه ما نتفرجش الامور فرعيه، خلينا نركز في موضوع المصطلحات عشان ده يهمنا كلنا. تركيب مثلا المدرب بيخش يرد على اللعيبه عايز فلاكشن رايح سير بص احنا اللعيبه واقفه كده فاتحه كده يرد عليه مثلا. لسه بقول اهو. المعلم اول حاجه اللعيبه بتترص واحد اتفضل. وبعدين اللي اقدم واحد يقول يو بي كله هيقف يضم رجليه ويستعد. هيبتدي المعلم يقول ايه؟ كونج مان خاو. هم يقولوا ايه؟ لو شيء خاو. اتفقنا دي اللي هتمشي على طول بعد كده. طب نيجي في نهايه التدريب. نفس الحكايه هنوقف الناس ويقول يو بي برضه استعد. هو هيقول لهم ايه؟ كونج مان زي شيء. كلمة زي شيء معناها بالانجليزي كده see you next time. اشوفك المرة الجاية. كلمة ازاي يعني مرة ثانية. شيء يعني أراك. فأراكم مرة أخرى. تمام؟ هنا في رتين من التلاميذ. ممكن يقولوا لو شيء زي شيء نفس الحكاية. إلى اللقاء يا معلم أو نراك مرة أخرى يا معلم. الحاجة الثانية يقولوا شيء لو شيء. كلمة شيء معناها شكرا. أنا بفضل دايما الكلمة الثانية. هي شيء لو شيء. ليه؟ لأن المفروض إن أنت بتشكر المعلم بتاعك على كل ما علمه لك من علم ومن أخلاق ومن معرفة ومن قدوة ومن كل شيء. لأن المدرب زي ما قلنا هو قدوة في كل حاجة مش تدريب فقط. لو انت ممكن عندك مشكله في البيت تروح تسال فيها ويقول لك كذا، عندك مش عارف حد مشاكل مع اصحابك تيجي تكلمه، عندك حاجه في المدرسه يجي يسالك، حتى لو مش عارف ياكل كويس يسالك، مش عارف ينام كويس. فانت يعني انت بالنسبه له يعني الملجا اليه في كل حاجه. عايز يسالك في اي حاجه تسالك كده. فانت ممكن اولياء الامور يجي يقولوا للمدرب ان انا مش عايز اشرب اللبن. يقول له اشرب اللبن هيشرب اللبن. يسمع كلام المدرب اهم حاجه. تمام؟ فاحنا بنقول في البدايه كونج مان خاو هم يقولوا لو شي خاو. في النهايه كونج مان زي شيئا هم يقولوا شيء لو شيء. شيء كونج مان خاو. انا بقى اهو عشان تاخدوا مني كونج مان خاو الاولانيه. ثانيه كونج مان زي جيان. هم يقولوا له شيء لو شيء يعني شكرا ايه يا معلم. واضح؟
نعم. أراكم مرة أخرى. نعم. كل جمال زي ذاتيا اشوفكم المره الجايه، الى اللقاء في المره القادمه. ويرد عليه يقولوا شيا شيا، يردوا عليه يقولوا شيا شيا لا شيء. شكرا يا معلم. تمام؟ انتهينا من القصه دي عشان ده مهم. ازاي بتقدم السلاح اللي انت بتتدرب بيه للمعلم ده مهم. ازاي لما تشوف المعلم بتقدم له التحيه ده مهم. ازاي لما يكون المعلم يتكلم وتسمعه ده مهم. واحد راح لاحد الرهبان عشان يتعلم منه الحكمه. فلما راح له كل ما الراجل يقول له على حاجه مهمه في الحكمه، حكمه مهمه، يقول له اه دي انا عارفها. فجي يقول له تاني يقول له اه دي انا عارفها. فقال له طيب هيقدم له ايه؟ هيصب له شاي يعني. لما حط له يصب له الشاي فقال يصب الشاي لحد ما ايه الشاي وقع طفى على الارض. قال له حاسس ان الشاي وقع على الارض. قال له انت عشان كده انت جاي لي اساسا والفنجان بتاعك مليان على الاخر. هاته فاضي عشان احط لك فيه. فهمنا كده؟ فدايما تسمع الاول وتتعلم تستفيد من المعلم بتاعك. ما تقعدش تجادله وتتكلم معاه في حاجات هو لسه هيقولها لك. وهو عارف ايه اللي يتقال لك دلوقتي وايه اللي ما يتقالكش دلوقتي وايه المرحله اللي كذا وايه المرحله كذا. ده لا يمنع ان انا ايه لو انا احب اسال او اعرف بس ده لسه ايه ما تخطاش الحوار مع المعلم. اسيبه الاول يقول، ولو بعد ما يخلص في حاجه هو انا محتاج استفسار عنها او مش فاهمها ابتدي اساله وهو يبتدي يشرح. واضح الحته دي؟ عشان نتعلم اساسيات اللعبه يا جماعه او مصطلحات اللعبه، اول حاجه اللكمه. اللكمه دي اسمها تشوان. اسمها ايه؟ تشوان. يبقى شكل القبضه دي كلها اسمها ايه؟ تشوان. تشوان. ت ش واو الف نون. وهتلاقوها هنا في اللغه الصينيه هتلاقوا حرف الكيو. حرف الكيو في اللغه الصينيه بيتنطق كانه سي اتش. كانه ايه؟ مصطلحات واحده. بس حسب انت هتكتبها باللغه الصينيه يبقى زي ما هي مكتوبه هنا. زي ما موجوده عندكم في المذكره اكتبها زيها بالظبط. بعد كده يا جماعه احنا قلنا الاشكال الثلاثه، الاشكال الثلاثه الايد يبقى دي اسمها ايه؟ شوان. ودي اسمها ايه؟ جو. جو يعني ايد معكوفه كده او الهيل شكل الهيل اسمها جو. جو. وده اسمه جانج. اسمه ايه؟ جانج. جانج. زد اتش اي ان جي. جانج. يبقى دول الاشكال الثلاثه بتوع تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى شوان، جو، جانج. كويس؟ طب لو انا بضرب لكمه اماميه اسمها تشونغ شوان. اسمها ايه؟ تشونغ شوان. عارفين كلمة تشون؟ تشون معناها الدفع إلى الأمام كده. الضرب إلى الأمام مباشرة كده. كلمة شوان يعني إيه؟ قبض. فاسمها القبضة الأمامية أو اللكمة الأمامية. فكلمة تشون يعني أمامي متجه إلى الأمام كده. الدفع إلى الأمام. بس المستقيمة أو المستقيمة الأمامية. تشون شوان. خلاص؟ لو بعمل ايه الخطافيه دي اسمها جوان شوان. جوان شوان. جوان شوان اللي هي دي اللي هي الهوك يعني اسمها ايه؟ جي يو اي ان يبقى جوان. وبعدين شوان اللي احنا قلنا. خلاص؟ نعم؟ جو جو جوان جي يو اي ان. خلاص؟ طيب لو هي صاعده كده اسمها شا شوان. سي اتش اي.
شا شوان، يبقى تشون شوان، وان شوان، شا شوان. طيب لو انا بضرب الحته دي بضربها كده، على فكره الضربه دي معتمده وموجوده وفي البطولات موجوده، بس ما اعرفش ليه هنا دي اسمها بي شوان. اسمها ايه؟ بي شوان، حرف البي تقيله وبعدين اي. تتضرب اثناء وانت بتضرب الركله، تاخد ضربه على طول، يا اما تتضرب في الصدر او تضرب في الراس في اي مكان. تمام؟ اسمها بي شوان. بي شوان. خلاص؟ طبعا دي ضربه رسميه معتمده. ما هو خطا في التحكيم. مسموح بالاستخدام بس محدش لا يمنع في المستخدمين. خلاص محدش لا تعرف اقول لك على حاجه؟ بص يا احمد، عارف لو ضربت دي اسم، ايه رايك؟ حتى دي مسموحه. اهم حاجه ما تضربش الكوع. عرفت؟ طيب انتوا عارفين ان الاول احنا اتكلمنا برضو عن الصندة. انتوا عارفين الاول احنا قلنا الصندة كان متقسمه لكام نوع؟ 4. انتوا عارفين كان ضربات الركبه كلها كانت مسموحه، وضربات الكوع كلها كانت مسموحه، ودي بدات تتلغت بس بعد ما بداوا يعملوا القفازات، بعد ما يعملوا وقيات الأوقية. خلاص؟ ده كله كان موجود، يعني كل ضربات الكوع كانت موجوده، وحتى كتب الصندة القديمه كلها هتلاقي ضربات الكوع كلها موجوده، وضربات الركبه كلها موجوده. تمام؟ فاحنا بنقول شون شوان. انا عايز بس حضراتكم تركزوا في الكلام ده، لان حضرتك خاصه الناس اللي في الترقي وانت بتمتحن مطالب انك تقول المصطلح ده يعني انا لو ما كانش الدكتور يحيى جه او حد جه ما كناش هنطبق فيه، لكن دلوقتي حضرتك مطالب بده، وده عليه درجه زي ما قلت لحضراتكم، عليه درجه في امتحانك العملي. حاضر. هنقول تاني يا جماعه، يبقى لو انا بعمل لكمه اماميه تشون شوان، لو بعمل خطافيه جوان شوان، لو بعمل صاعده شا شوان، لو الضربه اللي هي من اعلى الى اسفل في شوان. طب فاكرين الضربه اللي بيعملها بروس اللي هي ضربه ايدي اسمها دائريه. اسمها دان شوان. اسمها ايه؟ دان شوان. والضربه ده وموجوده بس ما بشوفش حد بيعملها للاسف. بس حاجه انا حكم دولي في الصندوق، حكم دولي بالمصطلح العربي. خلاص؟ انا اللي بقول لك عليه اسمعوا. ماشي؟ خلاص؟ يبقى الضربه اللي هي بضهر دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها دان شوان. طيب حلو قوي. لو انا عملت وانا واقف كده بدل ما بعملها كده ضربتها كده اسمها خان كو شوان. خان كو شوان. خان يعني بدل ما بضربها بديها لا ما كنتش ده كده بدون لف، بدون لف. اسمها خان كو شوان. خان كو شوان. اسمها خان كو شوان. خلي بالكم يا جماعه، دي المحاضره الوحيده اللي هيجي فيها اسئله في العمل، يعني هتحاسب عليها عملي ونظري. يعني دي المحاضره الوحيده اللي فيها كده. يعني كل النظري هتتكلم في نظري بس، وكل العمل هتتكلم في عمل بس. المحاضره الوحيده اللي هيجي فيها اسئله في النظري هي دي، فركزوا بعد اذنكم. تمام؟ في بقى لو انت لفيت وضربت بظهر ايدك اسمها بيان شوان. اسمها ايه؟ هي دي يا جماعه اللي اسمها بيان شوان، مش الناس اللي بيقولوا بيان توي والناس كذا، ده بيقولوا مصطلح بيان شوان. يعني بيان شوان يعني ايه؟ اللكمه الكرباجيه. اللكمه الايه؟ الكرباجيه. يعني كلمه بيان معناها كرباج او صوت. معناها كرباج او صوت. في بقى
عدد كتير جدا من اللكمات الاخرى الايه المزدوجه فيها ضربات كده وفيها حاجات ثانيه. طبعا دي مش عايزين ندخل في تفاصيل فيها، انما دول السبعه الاساسيين. يبقى في كم لكمه انت مسؤول عنهم اساسيين، وفي افرع 10. يبقى الافرع 10 المفروض كام؟ 17. خلاص؟ السبعه الاساسيين: تشون شوان، جوان شوان، شا شوان، بي شوان، دان شوان، فان كو شوان، بيان شوان. لما نيجي نعمل ركله اماميه اسمها دانتوي. اسمها ايه؟ دانتوي. خلي بالكم بقى في فرق بين تانتوي، يعني بس رجلي كده مفروض، دي اسمها تانتوي. ولو انا عملت كده رجلي كده وضربت بالكلمه رجلي اللي هنا من دي او بالكعب من هنا اسمها دانتوي. يبقى غالبا الضربه اللي بعملها الركله الاماميه اللي بعملها في الصندر اللي هي الدانتوي. يعني دي تعتبر بالمشي. المشي بعمل كده، انما اللي هي بالكلمه رجل من جوه ومعاها الكعب دي اسمها دانتوي. هي دي الضربه اللي اسمها دانتوي. انما لو ضربت بالمشي يبقى تانتوي. وتانتوي عاده بتبقى في الاساليب اكتر، ما بتعملهاش في الصندر، انما في الصندر بتستخدم ايه؟ دانتوي. خلاص؟ يا جماعه بعد اذنكم يعني انا عايز لو سمحت الناس بتناقش دكتور يحيى، يعني احنا بنتناقش دكتور يحيى في ايه؟ الناس بتناقش فيها حضراتكم. الراجل بيتكلم لغه صيني وبعض الصدى والافاضل يقول له يعني هي كذا. يعني يا جماعه دكتور محمد في بدايه المحاضره قال لو سمحتوا دكتور يحيى هو كذا. لو حضرتك تسال انا مين بعد اذنك ممكن تسالني انا واقول لك انا مين. انا نبيل حسن عضو لجنه على المدربين وزميل لحضرتك. ويعني هو من غير ما يتناقش بقى انا مين او مش انا مين، وانا مش من حقي اتكلم ما كنتش هتكلم من اساسه يعني. فلو تقدمتوا علينا بعد اذنكم في بعض الساده الافاضل الذين يجتهدوا في اللغه الصينيه وبيحاولوا ان هم يقولوا معلومه، هم كل كلامهم زي ما قال كابتن محمد على الكابتن منصور. احنا واخدين نص ساعه كابتن محمد بيقول يا جماعه احنا عندنا وقت قد كده. فالناس بتتناقش في ايه؟ دكتور يحيى انا حتى قلت لكابتن محمد يقول لكم هو ليه هو اللي كلامه معتمد. مثاله بسيط جدا وكابتن محمد شرحه في الاول. دكتور يحيى دكتوراه في اللغه الصينيه، دكتور يحيى عاش 8 سنين في الصين، دكتور يحيى خرج من مصر من هنا مدرب كونغ فو. وفي اخر المحاضرات بقى بعد اسبوع هنقول لكم مين هو دكتور يحيى تاني. نرجع نتناقش ونقعد نقول كل البيانات اللي عندنا قد تكون خاطئه. ولهذا كابتن محمد اجتهد بكل جهده، يا اما نجيب حد صيني يا اما نجيب حد عاش في الصين بيقول مصطلحات صحيحه 100%. وانا ما اعتقدش ان انا غلطان، الوحيد القادر داخل جمهوريه مصر العربيه من المصريين يقول المصطلحات بتاعت الكونغ فو الصيني هو دكتور يحيى. لانه مصري مدرب كونغ فو عاش في الصين متوافر في كل الشروط. اللي شاهد بقى معلومه عنده يعني اصح من يقولها دكتور يحيى بعد اذنكم يحتفظ بيها منه. بعد المحاضره بقى بعد اذنكم زي ما احنا قاعدين كده ممكن نسمع كلام دكتور يحيى، هو الراجل هيفتح المجال بعد كده يا جماعه بعد اذنكم. ما تبقاش حاجه حته انا مين او ده مين مش هتفرق، الموضوع بسيط. فدلوقتي احنا عرفنا ركله اماميه اسمها دانتوي. وعشان حد يسالنا اقول يعني ايه دان؟ يعني تعريف دانتوي. بعد كده عندنا الركله الجانبيه ليها مسميين، ممكن تقول شوي توي كاختصار شوي توي او تقول ص شوي توي. يبقى الركله الجانبيه اسمها شوي توي او ص شوي توي. ص يعني جنب، ص سي ار ص.
اما تقول شوي توي او شوي توي. الركلة اللي بوجه القدم ليها وجه، الركلة اللي بوجه القدم ايوه، لو هي من ورا، لو هي هتضربها برجلك اللي ورا اسمها خم باي تي توي. دي كلمة خم يعني جاية بشكل افقي، جاي افقي. خم باي تي توي. طب لو انت في الوضع الامامي وتروح تضربها من قدام، يعني وهي رجلك اللي قدام دي تروح داخل ضارب فيها على طول، اسمها تس تان تي تو. تس تان تس تان تي تو. طيب عارفين الدايره اللي في النص الداخليه دي اسمها دي فوتوي، الدائريه للداخل يعني، او نص دائريه للداخل. 2 1 دي فوتوي، دي فوتوي. طيب لو هي للخارج وبنزل بيها برضو على اللي هي بيسموها التشريحيه دي واي باي توي، واي باي توي. هي بصوا ركله دائريه للداخل وركله دائريه للخارج، وبعدين لو هي تشريحيه هيبقى نصف ركله دائريه للداخل. خلي بالكم مثلا في حاجه انتوا عارفين الوضع اللي هو وضع الرجل كده مقبوب، عارفين مقبوب. طب لو انا رجلي دي طالعه للامام اهي، لو طلعتها كده لبره ودي زي ما هي، ده اسمه بان مقبوب. اسمه ايه؟ بان مقبوب. هنا على المسرح مش عارف اشرحها لكم عشان مش هتشوفوني، مش هتشوفوني بس وصلت المعلومه. يبقى لو انا كده بعمل مقبوب، انما لو لفيت مش رجليا ده كده بس وخلي ده متجه للفرع ده هنا، ده اسمه بان مقبوب. كلمه بان يعني نص، كلمه بان يعني ايه؟ نص، نصف يعني. فانا بقول نصف تشريحيه للداخل، يبقى نصف دائريه للداخل، او نصف، يبقى نصف دائريه للداخل اسمها ايه؟ بان لي خطوه. بان لي خطوه، احنا قلنا لي خطوه نزود عليها كلمه بان، انما لو هتبقى كامله تبقى زي ما هي بس ما تحطش عليها بان. وللخارج واي باي توي، لو هنضيف عليها بان يبقى نصف دائريه للخارج، صح كده؟ طب الركله الخلفيه اسمها خو دان توي. اسمها ايه؟ خو دان توي. الركله الخلفيه اللي هي ورا دي خو دان توي. خو تشكيل مستقيم ولا تشكيل دائريه؟ لا خلفيه مستقيم. خو دان توي. ولو خلفيه دائريه صاو باي توي. صاو باي توي. بس المهم ان انت ايه، لو انت ما قلتش ورايا مش هتعرف تقرا ده. قول لي ده مظبوط. هنقول مع بعض كده، كل واحد يحط ايده وضع السداد. يلا سيب اللي في ايدك ده خالص، محدش يمسك قلم. يلا يلا شون شوان 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 شون شوان. قول لوحدك 5 مرات. شون شوان شون شوان شون شوان شون شوان شون شوان. وان شوان ها وان شوان ها وان شوان وان شوان وان شوان ها شاو شوان شاو شوان ها شاو شوان شاو شوان دان شوان. يلا
خانكو شوان كي شوان بيان شوان طيب انا هقول واحد وانتوا تقولوا اسم الحركه. اول واحده اللي هي ايه؟ شون شوان. يلا قول ما تعرفش. قول القول. Dance one. انا عارف مين اللي ما قالش وهطلعه. انت معروف. انا عارف يلا قول. اول اعمل وانت هنا تدرب على اللعيبه. هنا تدرب لعيبه دلوقتي. شون شوان بوان شوان تراك دخل بالفعل. يلا كمل. شا شوان خانكو شوان دوران بيان شوان سافولو. يلا يا احمد يا مان لعبت يا سليم بس لازم تفوز. فون شوان تمام. وان شوان كويس. شا شوان ايوه 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 خامكو شوان ايوه الاخيره بيان شوان بيان شوان سافول. اطلع انت وعلي صوت. شون شون شوان وان شوان. طب اتفضل اقعد لحد ما الاذان بس يخلص. راجعوا بس كده في دماغكم. شفتوا سهله اللي عاملاها ازاي؟ ايه رايكم؟ سهله؟ نفذتوا؟ شفتوا الممارسه؟ ممارسه بس يا جماعه. انت تصدق انك كنت هتحفظ المصطلحات دي كده في ساعتها؟ في قاعده واحده؟ كل حاجه بالممارسه. وما تقلقش ما تخافش ما ترددش واغلط. ايه المشكله؟ اغلط قول مره كذا مره وبعدين انا هصحح لك وشيل بس. في نقطة الكابتن بيتكلم اسمع حاجة. كابتن محمد بيتكلم في حاجة مهمة أنا شايفها هي فعلا مشكلة لينا كلنا. أنا واحد من الناس لما جيت عرفت إن الفوجو اسمها بوبو قعدت حوالي 3 سنين عما بس اقتنعت أن أقول للاعيبتي بوبو مش فوجو. ففعلا دي من أكبر العقبات بجد فعلا محمد. بس في حاجة عقبة عندنا إن بس في حاجة دلوقتي كل اللي احنا قلناه ده مصطلحات جديدة. تمام. هو انت بتدخل حاجات لسه معلومات. لا هو انا بقول يا دكتور ان احنا دايما انا مقتنع لو انت حافظ المسمى غلط وعايز تصلحه صعب عليك.
انما انت دلوقتي كل ده بايدك. هو مجهود فيها يا دكتور. ها؟ صلح لي. يعني هو تصحيح الخطا افضل من التمادي. ببدا السؤال الدكتور يحيى. دكتور يحيى. صوت صوت على ده. ما هو الدكتور محمد قال لكم كده. ايوه صح. بصوا يا جماعه معلش اسمحوا لي ااكد على الكلام تاني. كلنا كده بلا استثناء بما فيكم انا وحضراتكم، انا بالنسبه لي المرجع الرئيسي دكتور يحيى. وزي ما الكابتن نبيل وضح، اي كلام حضرتك خدته حتى لو الورق ده انت واخده مني ولقيت فيه خطا ان يرد عليه كلام الدكتور يحيى مش الكلام، يعني ما تقولش الكلام ده، قول الكلام الدكتور يحيى قال كذا، مالكش دعوه بالكلام اللي اتقدم. مشكورين الزملاء اللي قدموا الورق، كل واحد حاول يجتهد انه يقدم لنا ورقه تبقى معانا، كتر خيرهم برضه، ولكن احنا هنعتمد المصطلحات بالطريقه اللي انطقها الدكتور يحيى او اللي قالها او كتبها. خلاص احنا البدايه كانت العمليه عشان كده هم يا جماعه بداوا بالطريقه دي. يعني لما قلت لكم لما جه اوكاموتو جه يدرب قعد يقول للناس ما يجري ما يجري ما يجري ويعمل معاهم ويعمل معاهم خلاص. فاحنا دلوقتي اهو انسى اللي فات ده خالص كله، ودي بدايه جديده وبدايه موفقه، وعدد بسم الله ما شاء الله تعالى كبير. يعني كل واحد تخيل بقى لو ماسك نادي انتوا هتطلعوا لعيبه قد ايه؟ وهتطلعوا لعيبه بيقولوا مصطلحات صح قد ايه؟ وهكذا. فاحنا عايزين نقول تاني وضع الاستعداد اسمه كاي ليبو. اسمه ايه؟ كاي ليبو. يعني تيجي تقول لواحد هو في وضع الاستعداد اسمه كاي ليبو. خلاص؟ ادي اول حاجه تتعلمها. لا يوبي تقف كده، تقف في انتباه يعني. لما تقولوا كاي ليبو يعني هو في وضع القتال يعني. كاي ليبو. كاي كي اي اي لي ال اي بو بي يو. كاي ليبو ده وضع الاستعداد اللي هو القتال. فلما ابتدي اقول يعني ساعات لا مش وضع خلاص. انا بكلمه دلوقتي انت هتاخد لعيبتك وتمرن لعيبتك تقول له كاي ليبو يعني هو في وضع خلاص. هتقول له ابتدي زي ما اتفقنا اهو. هنعمل ايه؟ هنعمل لكمه اماميه. نعمل ايه؟ نقول بقى مع بعض على طول. ها يلا اخر واحد انت ابدا. الصوت عالي كده وعايز اسمع. صعب. تاني خمس قول شوية يعني شوية ركلة أمامية. ركلة أمامية. داون تو ايه؟ قول ورايا. دي خطوة دارين داخل يعني واي باي توي شوي توي
Thumb bite twig. Hold on twig. Hold on twig. اتفضل. يعني ايه شكل؟ انت عايز شكل ولا مسمى؟ احنا قلنا لو انا ضربتها بشكل الصندة، يعني ضربت الكلمة دي دخلت الصندة او ضربت الجزء ده او خدت معاه الجزء ده اسمها ضمط يعني. خلاص؟ اتفضل. لو انا ضربت بمشط القدم كده اسمها تان تويل. غالبا تان تويل تستخدم في الاساليب اكتر من الصندة. انما الضمط تويل هي بتستخدم في الصندة. خلاص؟ برضه الضمط تويل في الصندة في الاساليب موجودة. انما انا بتكلم على ايه الفرق بين ضمط تويل وتان تويل. خلاص؟ قلتها وخدها من زمان. الرملة الدائرية للداخل اسمها ايه يا جماعة؟ لي كوت وي. خلاص؟ ونفس المسمى هي في السنتر زي الاساليب باسم واحد. لي كوت وي. لو للخارج اسمها واي بايت وي. الدائرية اللي جوه اسمها لي كوت وي. اللي بره اسمها واي بايت وي. خلاص؟ الركلة الجانبية اسمها تشوايت وي. وجه القدم خن دان تيت وي. الخلفية خو دانت وي. الاكتساح الخلفي خو ساوت وي. الاكتساح الأمامي تشيان ساوت وي. تاني الاكتساح الخلفي خو دانت وي. خدوا بالكم تاني. بصوا ايه هي لوحدها بتشرح نفسها. خو يعني خلف. مش احنا قلنا خو دانت وي بتاعت الخلف دي خو. وبعدين كلمة صاو يعني يكسح يكنس. يبقى خو ادي لفيت خلف. صاو يعني يكنس او يمسح. وتوي يعني رجل. يبقى الاكتساح الخلفي. الاكتساح الايه؟ الخلفي. انما اكتساح امامي تشيان. كلمة تشيان يعني لقدام. تشيان صاو توي. الاكتساح الامامي تشيان صاو توي. تشيان يعني الامام. وصاو يعني اكتساح يكنس او يكتسح. وتوي يعني رجل. عشان كده لما تعرف كده هتحفظها على طول. يبقى تشيان صاو توي اكتساح امامي. خو صاو توي اكتساح خلفي. خلاص؟ خو صوت وي. لو خو دانت وي اللي هي الركله الخلفيه. الركله الخلفيه متواقف خو دانت وي. انما اكتساح خلفي خو صوت وي. الفرق بس بينهم ده. خو صوت وي. اكتساح امامي تشيان صوت وي. وضع الاستعداد اسمه ايه؟ كاي ديبو. اسمه ايه؟ وضع القوس اسمه ايه؟ بومبو. الوقفه الوهميه اسمها ايه؟ شيبو. الرفع الرجل لفوق بس، الركبه لفوق شيبو او دو ليبو. الوقوف على قدم واحده يعني. يبقى عندنا تيشي ارفع الركبه او بصوا يا جماعه انا هشرح هنا كل واحد
حلو كده؟ الوضع ده اسمه كايد. يبقى القدم ايه؟ انا واقف كده بتساعد قدمين، بتساعد كتفي، ولما اطلع رجلي مسافه القدم نفس الخط، خط قد كل شويه ارفع كعب لورا. طبعا ده اسمه كايد. اسمه ايه؟ كايد. بس لو انا واقف هنا بدايه رجلي دي كانتها وخدت لورا يبقى الوضع اسمه ايه؟ لو جيت سحبت كده شيبو لو رفعت شيبو بقى طولي او تيشي خلاص؟ طيب لو انا عملت كده دينجو اسمه ايه؟ دينجو يعني الوقفه المسماريه، الوقفه ايه؟ مسماريه. طب لو انا عملت كده ايه؟ معروف. لو انا عملت بقى رجلين يبقى دي فرقه اهو. بقى معروف. مش قدام. طب لو انا تخيل كده شو يعني وضع النهائي. شو انا ما اجي عايز انا اللي عايز اعلم لاعبي اللاعب بتاعي اتعلم صندة لازم اعلمه ازاي يقف. لازم اعلمه الثمان وقفات دول ومرنوا عليهم كتير جدا. وانت تصور انت في التمرين مسكت اللعيب بتاعك ووقفت بالوضع الكايد وعمل 8 اوضاع ورجع وشوف وبعدين يطلع شمال يعمل 8 اوضاع ويرجع وظبطت وضعك. اللعيب ده هيطلع عامل ازاي؟ لذلك الصين بتركز على الاساسيات يا جماعه. بطل العالم كل تمرين لازم يعمل التمرينات دي. بطل العالم هنا مفيش حاجه اسمها بطل العالم يعني تقعد لا مجرد تذاكر اي حاجه وتعمل الاساسيات كلها زي بعض. حتى برضه ابطال العالم في الاساليب كلهم بيعملوا الاساسيات. واضح؟ فده ايه اسمه ايه ده اخر مره عشان بس انا عايز لما تيجي وضع مثلا مش كايل يفوق وانت مهم كايل يفوق كده هو زق زياده او كسر اكتر. انا لما اجي اوقفه كايل يفوق واقف كايل يفوق واظبط على نفسي دي بقى دي قريبه من ده دي هنا بقى المسافه دي كده فتبقى ممدوده قوي ولا تبقى قصيره قوي بالشكل ده. دي بقى مسافه قصد ما بينها وبين ده الجسم هنا ثابت. اعزقه كده ثابت، اعزقه كده ثابت. دي مهمه جدا. يعمل كومبو اصب بقى اشوف بقى هنا مش كده بعدين هنا اظبط كده اسيبه شويه وافضل اظبط في الجسم. تمام؟ شوفوا يطلع شوفوا اسرع الشوفوا تنقل على طول ما تسحبش. تمام؟ انت اقعد عليه اشوف بقى هنا ازق كده اشوفه زاد من نفسه ولا لا. في شيء ارفع واسيبه شويه عشان سواسي وهكذا. لو يقف هنا اشوف ارفع الرقبه فوق سن. في حركات كلها ممكن انتهائيه ممكن اعمل حركه انتهائيه ممكن اعمل هنا اسيبه شويه يقف. انا حفظت له على ايه؟ هو التوازن ازاي نزل تيمبو بعدها هوب تيمبو دي حركه صوت اهو ركزوا اهو الصوت الحركه الدفاعيه. بعدين بقى هنا معاه واشوف بقى اوضاع اليمين ده لما تسيبه شويه شوف شكله ازاي عضلات جسمه عامل ازاي تدي مقبول هوب لازم فين لازم يشيل من جوه تسيبه شويه وبعدين ظهره وتسيبه تحت وهكذا توصله على وشه لما تسيبوش كده وبس. بعد كده بقى هوب اخد بقى صبع وصل قدام لازم بوبو لازم بوبو ده الظهر عشان جسمه قدام طيب مش ورا. ازاي يطلع بعدها بوبو هكذا. تمام؟ عملت ايه يا جماعه؟
في حكمه صينيه بتقول ايه؟ قبل ان تتعلم اللكم يجب ان تتعلم الوقف. يعني لازم تقف صح عشان لكمتك يبقى ليها فعاليه حقيقيه وقوه حقيقيه. انت مش عارف تقف وبتضرب بايدك ولا هتبقى ليها لازم ولا هتبقى مؤثره. اذا اتعلم الوقفه قبل ما اتعلم الايه؟ اللكم. او اقف في الاوضاع صح قبل ان اتعلم الركض. تصور واحد بيقف في الاوضاع دي باستمرار وشوف الركضه بتاعته هتبقى عامله ازاي. ملهاش حل. تعرف لو حاولت تعمله في الساحه طيب يا رجاله طبعا احنا كده خلصنا المحاضره عشان الناس برضه اللي هتصلي. احنا لو فتحنا باب المشهد مش سؤال واحد عشان تصلوا. ها حاجه بس دلوقتي اخذنا اللكم والركض ما خدناش الطرح ما خدناش اي حاجه عن الطرح. يعني لو انا جاي اطرح مثلا تعالى تعالى اصل المسميات كتيره. تعالى لو هو مثلا واقف هتبقى ثلاث عمليات اساسيه بس لو هو بيوديني لكمه ولكمه هنا انا بدخل المفروض في ايه؟ والف واطلع. دي اسمها يا جماعه شيا شن دي يعني الابد. كلمه شيا يعني يطور يبقى تنظيف الايه؟ الرقبه. وجوه بيه يعني الطرح عن طريق الظهر. يعني وانا طبعا الناس كتير طرح مقترحات اسمها ايه؟ شيا جين جوه بيه. جوه بيه يعني طرح عن طريق الظهر. شيا جين عن طريق الظهر. ممكن هو بيواجه لكمه بخش من هنا اهو عن ايه؟ دي اسمها تشاجيا. جي تحت الابط. بخش تحت الابط واطلع عليه على طول. وفي لو هو بيبقى الركله دي اسمها باو تويت. باو تويت. دي ألف حاجه بقى اسمها طاق. في ان انا ادوس بس على ايه؟ اخش على الركبه ادوس اسمها ياشي يعني اقرص على الركبه. رص على الركبه ده اسمها ايه؟ وهكذا. في اوضاع كتيره جدا. ممكن باو هنا بس ده دي اسمها باو ياو. نمسك الايه؟ ضرب من هنا وبعد كده حركات الفتح جدا ممكن يعدوا 50 طرف. والهاش بتاع الصندة اللي انا عامله هتلاقوا في صراحه محمد بصوا يا جماعه انا عامل 27 كتاب عن بس مكتبتين. في مكتبه اسمها مكتبه مدبولي 6 ميدان طلعت حرب. مكتبه مدبولي 6 ميدان طلعت حرب وسط البلد. في مكتبه ثانيه اسمها دار الفكر العربي دي في شارع جواد حسني في باب اللوح. دي عاملين ليا حوالي 7 كتب. انما لقيت الكتب كلها عند مكتبه مدبولي فممكن من هنا قدام جروب. لا اعتقد هي دي بس 6 ميدان طلعت حرب. انما مكتبه دار الفكر العربي هي مكان في شارع جواد حسني في باب اللوح وشارع عباس العقاد مدينه. ستة ميدان طلعت حرب اسمها مكتبه
الثانيه اللي هو الفكر العربي شارع جواد حسني او لو سمحت يا جماعه الساده الدارسي الاساسيه ممكن ياخدوا ريست. هستاذن الدارسين في الترقي ينتظروا معانا 10 دقايق. دلوقتي هندى على حضرتك في الترقي بالاسم، هتيجي حضرتك هتسحب ورقه من الورق اللي هتختار فيه، هتقول تخصصك ايه وتسحب الورقه بتاعتك. الورقه اللي هتاخدها هتتكتب، يعني هكتب المهاره اللي انت خدتها تبقى عند المختبر، يعني اللي هيجي يختبرك هيبقى عارف انت واخد ورقه اسمها ايه او المهاره بتاعتك اسمها ايه. هتقعدوا مشكورين واحد واحد كده بالاسم هيتندى عليك. والله انا هبقى كاتب عندي الاساسيه ياخدوا هنبدا الساعه 1:30 يا جماعه، 1:30 نكون موجودين. محمد بدير ابو العيله، كابتن محمد بدير، هات تخصص سليم ولا سليم؟